عندك رز بايت اوعي ترميه، تعالى اقولك هتعملي فيه ايه. طبعا ده اكله انا مكلفتش فيه ولا جنيه، كل الاكل اللي انتوا شايفينه ده ومش بايت، في حاجات انا لسه عاملاها وهقولك ازاي تعمليها عشان توفري. طبعا لو انت بتعملي ميزانيه ازاي تعمليها. اول حاجه دي كبده يا جماعه انا بجمعها، دي الارانب لما بذبحها دي كبده ارنب. لو انت بتشتري بط تسيبي كبده البطه. هنا كلاوي، في هنا برضو فشه ارنب. يعني عايزه اقولك اهي الحاجات ديت انا مش برميها، انا بجمعها. دول يعني قنصتين على كبدتين على واحده بتاعه ارنب، عملوا لي طبق كبير. هنا بخرط البصل زي ما انتوا شايفين، وبرجع احط القوانص تتشوح كده، حتى لو قليلين تعملي جنبهم صنف. يعني احنا اسرة مكونة من 4 افراد وعملنا الاكل ده وفاض مننا للفطار. وهنا برضو يعني انا لو في وسط الاسبوع الاكلة دي مش هتكلفني ولا جنيه، لان هي عندي في التلاجة. وبعد كده حطيت الطماطم وحطيت الفلفل الاخضر، هتاكلي تغمسي بالعيش حتى لو مفيش رز هتبقى معاكي كميه كبيره. هنا طلعت الرز الاصفر اللي كان باقي عندي، وهنا برضو من قبلها بيوم كنت عامله رز ابيض انا مش هرميه. وبعد كده سلقت حله بطاطس، دي هخلي منها للسحور وهخلي منها للفطور. هنا قشرت البطاطس عشان هقول لكم هعمل ايه. طبعا البطاطس اللي الصغيره شويه ديت يعني انا هاخدها واقول لكم هعمل فيها ايه. هعمل بيها طبق كده بالتومه، حاجه كده هتاكل صوابعك وراها. فانا بعد ما هجمعها برضه هو من نفس الشكل، والباقي طبعا انا ههرسه. بعد ما اخلصهم واحطهم في الطبق، هحط على حله على النار فيها حبه زيت وانزل بيها بحبه توم وحبه خضره كده اول تشويحه بسيطه، هقلبهم واحط شويه ملح وشويه كمون. وبرده ده طبق هتاكليه احلى بطاطس ممكن تاكليها في حياتك. وهنا الباقي ههرسه كده بالهراسه بتاعتي، واحط عليه شويه كمون وشويه فلفل اسود وشويه كزبره، التوابل الجميله، وطبعا وشويه سمنه وشويه زيت مخلطين. طبعا احنا بنحب الحاجه سبايسي، فانا عامله الشطه دي. قولوا يا جماعه في البيت، عايز اقول لكم هي مولعه نار، بس انا هحط كميه حلوه لان انا وحتى واولادي بنحب الشطه. وهتعملي طبق دوت يعني حتى في السحور كلت منه، هيوفر معاكي سحور وفطور. وطبعا كده كان الاكل اللي انا كنت عاملاه، قطعت شويه طماطم حطيت عليهم طبعا تتبيله مخلله، وهنا طبعا الليمون اللي انا كنت عاملاه معاكم. وده كان الاكل يعني لو اسره اكتر من 4 افراد هيكفيها ويفيد ومن غير ما يكلفني ولا جنيه. وبكده وصلت معاكم لاخر الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم. حطوا لايك واشتركوا لي في القناه عشان اوصلكم مني كل جديد. هتوحشوني احلى اخوات في الدنيا.